بتبدأ القصة باكتشاف العلاقة القوية بين الإنسان والحيوان، العلاقة اللي بتوصل أحيانا لمستوى صداقة حقيقية مليانة وفاء ومشاعر صادقة. الفيديو ده هياخدك في مرحلة مؤثرة من أجمل اللحظات، لقاء الحيوانات بأصحابها بعد غياب طويل، لحظات مليانة حب واشتياق وردود أفعال مدهشة هتخلي أي حد يتأثر من قوة الترابط بين الإنسان والحيوان. بس قبل البداية تعالى ناخد حسنتين ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عبد من قناة عين الحياة، ادعمني بلايك واشتراك، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. كيارا لبقى بتقابل الراجل اللي رباها وهي صغيرة، أنقذها واهتم بيها لحد ما كبرت واتنقلت لمكان أكبر بعد سنين طويلة من الفراق. المفاجأة إنها لسه فاكرة حبه واهتمامه، لحظة مؤثرة بتجسد وفاء الحيوانات وقوة الارتباط بين الإنسان والحيوان. شوف المشهد المذهل ده لما لبقى برية بتتحول في لحظة لقطة أليفة أول ما تشوف الراجل اللي أنقذها من سنين. مشهد بيكشف وفاء الحيوانات وقدرتها على تذكر المعروف. كان الأسد ماشي بخطته بكل هدوء، وفجأة يتغير كل شيء أول ما يسمع صوت صاحبه المفضل. لحظة مفاجأة تكشف قوة الترابط بين الإنسان والحيوان. كان الراجل في طريقه لإطعام الوز، لكنه لم يتوقع رد فعل الوزة كيشة بعد 2.5 سنين من إنقاذها من الصيادين. حس فاجأته بلحظة امتنان مؤثرة في مشهد نادر جذب انتباه الجميع. ولد رمباني مريضا وتخلت عنه أمه، لكن تايا وجورج تبنياه وربياه كطفل لهما في قصة مؤثرة تثبت إن الرحمة تصنع روابط لا تنسى وستبقى في ذكرياته للأبد. هذا الكلب الأصم لا يستطيع سماح صاحبته، لكنه يعبر عن مدى اشتياقه لها بعد فراق دام 3 أشهر، بعد علاقة دامت 13 سنة. في لحظة مؤثرة جدا تكشف مدى الوفاء والحب بينهم. أول ما شافت اللبوة صاحبها بعد غياب طويل جريت عليه بسرعة واحتضنته بقوة في لحظة مؤثرة جدا ورفضت تسيبه. في مشهد نادر بيجسد الوفاء والحب بين الإنسان والحيوان، وبيوضح قد إيه عالم الحيوانات مليان مشاعر حقيقية ومواقف مؤثرة تخطف القلوب. وده مشهد تاني بيثبت إن اللبوة مهما غاب عنها صاحبها لسه فاكراه ومستحيل تنساه، وده بيثبت إن الحيوانات مليئة بالحب والوفاء. تم إنقاذه من السيرك وهو صغير بعد إساءة معاملته، واتنقل لمركز إنقاذ في كولومبيا واتعرف على جوريا توريس، لكن بعد نقله لحديقة حيوان حالته ساءت ورفض الأكل لحد ما شاف أمه المتبنية في لحظة مؤثرة جدا بتوضح قوة الأمل والحنان. الكلبة كيسي ما شافتش الشخص اللي بتحبه من سنين، ولما شافته أخيرا فرحت لدرجة إنها أغمى عليها من شدة الانفعال، لكنها بخير دلوقتي. والموقف ده بيكشف قد إيه الكلاب عندها مشاعر ووفاء قوية جدا. بعد 6 سنين من الاختفاء حصلت معجزة لما الكلب الصغير اتجمع أخيرا بعيلته من جديد في لحظة مؤثرة جدا مليانة فرحة ودموع، وبتبين قد ايه الرجوع بعد غياب ممكن يكون اقوى احساس في الدنيا. الفيل الرضيع
كان فرحان جدا لما شاف الست اللي اعتنت بيه وما بطلش يحضنها ويظهر حبه ليها. والمشهد ده بيبين قد ايه الفيلة عندها مشاعر قوية ووفاء شبه البشر، وتتعلق باللي بيهتم بيها بشكل مؤثر جدا. الشاب ده فقد كلبه وكان خلاص فقد الامل انه يشوفه تاني، لكن لما رجع له انهار من الفرحة وعيونه دمعت. والمشهد ده بيوضح قد ايه الحب والارتباط بالحيوان ممكن يكون قوي ومؤثر. بعد 25 سنة الشمبانسي دوي لسه فاكرين صديقته القديمة، ولما شافها حصل لقاء مؤثر بيبين وفاء الحيوانات وقد ايه الذكريات ممكن تعيش سنين طويلة. شوفوا سوكي وهو بيجري بأقصى سرعة عشان يشكر الطبيب البيطري اللي أنقذ حياته وعالجه شهرين بعد حريق مروع. والمشهد ده بيبين قد ايه الحيوانات عندها وفاء وإحساس قوي بالامتنان. الجمال عمرها ما بتنسى حاجة أبدا، وشوف بنفسك الجمل ده عرف صاحبه وسط ناس كتير ولما شافه مرضاش يسيبه. والمشهد ده بيبين قد ايه الحيوانات عندها ذاكرة قوية جدا ووفاء حقيقي لصاحبها. شوف الراجل وهو بينادي على أصدقائه الفيلة من بعيد اللي اعتنى بيهم ورباهم من صغرهم، ولما بيرجعوا له بيكون في بينهم حب قوي جدا وكأنهم عيلة واحدة وبيحموا بعض. والمشهد ده بيبين قد ايه الفيلة عندها وفاء وارتباط قوي بالإنسان اللي رباها واهتم بيها. القرد ده بيحضن صاحبه المفضل بقوة لأنه من القليل اللي بيعاملوه بحب ولطف، وبيظهر بينهم رابط قوي. هو اللي بيعتني بيه كويس جدا وبيبين قد ايه الحيوانات بتتعلق باللي بيهتم بيها وبيحبها. أنتيا قضت وقت طويل بتكون صداقة مع قاطع ذئاب، ولما رجعت تزورهم بعد شهرين استقبلوها بفرحة كبيرة جدا وكأن مفيش وقت عدى. والمشهد ده بيبين قد ايه في ترابط وصداقة بين الإنسان والحيوانات. شمبانسي فرحان جدا لما قابل الناس اللي أنقذوا حياته بعد ما اتلقى في البرية ب7 ضلوع مكسورة، والزوجون دول اعتنوا بيه لحد ما اتحسن. والمشهد ده بيبين قد ايه الخير اللي بيتعمل مع الحيوانات بيعيش جواها للأبد ومش بتنساه أبدا. بعد الأجازة الفتاة راحت تزور حصانها لوكي هوف وشوف قد ايه بينهم حنان وتقارب. والمشهد ده بيبين قد ايه العلاقة بين الإنسان والحصان ممكن تكون مليانة ألفة ومشاعر لطيفة جدا. الكلب مش مصدق نفسه لما شاف صاحبه رجع وجاي ياخده عشان يعيش معاه. والمشهد ده مليان فرحة واندهاش وبيبين قد ايه الكلاب بتتعلق بأصحابها وبتستنى رجوعهم مهما طال الغياب. صاحبه رجع له ومعاه أكل، والنمر كان فرحان جدا ومبسوط بشكل واضح. والمشهد ده بيبين قد ايه الحيوانات المفترسة ممكن ترتبط بالإنسان وتظهر مشاعر فرحة وامتنان بشكل قوي ومؤثر. لو فاكر ان الأرانب ما بتشعرش بالمودة، شوف ليتل بيني وهو بيستقبل صاحبه بعد غياب طويل جدا. والمشهد ده بيبين قد ايه الأرانب عندها تعلق ومشاعر وبتفرح برجوع اللي بتحبه بشكل هادي ومؤثر.
رغم انه عمل قصة شعر جديدة، الدجاجة عرفت صاحبها على طول وما اتلخبطتش فيه. والمشهد طريف وبيبين قد ايه الحيوانات عندها قدرة على التعرف على اصحابها حتى لو شكلهم متغير، وبتكون مرتبطة بيهم بشكل واضح. وفي النهاية كل اللقطات دي بتأكد ان الحب والوفاء مش حكر على البشر، الحيوانات كمان عندها مشاعر قوية وارتباط حقيقي باللي بيهتم بيها، ويخلي اللحظات دي مؤثرة جدا وبتوصل للقلب من غير اي كلام. ما تنساش تقولي في التعليقات ايه اكتر مشهد عجبك، وما تنساش اللايك والاشتراك، واوعوا تنسي تدعوا لاخواتنا في فلسطين. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.